وبيبدأ فيلمنا واللي هو تكتيكات الحب الجزء التاني مع أصلي مصممة الأزياء المشهورة وهي بتجهز لفرح صاحبتها جانسو، مع إن أصلي مش مقتنعة من الأصل بخطوة الجواز، لأنها شايفة إن نظرة المجتمع لأي بنت على إنها لازم تنسى أحلامها في الحياة وما يشغلش تفكيرها بس غير إنها تكون زوجة وأم. وبرضه بنشوف حبيبها كرم مصمم الإعلانات وهو بيجهز لفرح صاحبه تونا على جانسو، رغم حب كرم وأصلي لبعض بس الاتنين رافضين تماما لفكرة الجواز وشايفين إن خطوة زي دي هتمنع سعادتهم وهتأيدهم. وبالليل خرجوا يتعشوا الاتنين سوا وبنشوف إنهم من وقت ما ارتبطوا من سنة وهم سعداء جدا مع بعض، واتفقوا هما الاتنين على تفكير واحد في إن ليه أي اتنين بيحبوا بعض لازم ياخدوا خطوة الجواز، وإنهم بكده بينهوا سعادتهم بنفسهم. بس كرم غلط غلطة عمره لما قالها انه سعيد انه مش مجبر يفكر يتجوزها، والغريب ان اصلي اتصدمت من كلامه رغم ان هي اصلا رافضة لفكرة الجواز. وروحت اصلي وحكت لاصحابها على اللي قاله كرم واستغربوا لان هي اصلا زيه مش بتفكر تتجوز، بس هي شايفة ان تماما انه يرفض فكرة الجواز نفسها، بس لا ما ينفعش يرفض فكرة انه يتجوز منها هي، وكانت هتتجنن بسبب اللي قاله لان ده معناه بالنسبة لها انها مجرد واحدة عادية في حياته. اما تونا كان ميت من الضحك وما كانش مصدق ازاي اصلي عرفت تضحك على كرم وتقنعه ان هي كمان رافضه لفكره الجواز، وفي الاخر الاتنين قضوا الليل كله كل واحد فيهم بيفكر في كلام التاني. تاني يوم اصلي قالت لاصحابها انها قررت تلعب على كرم عشان توصله انه يغير رايه ويفكر يتجوزها فعلا. وطبعا كرم كان شايف انه لازم يدمر اي فكره عن الجواز عند اصلي، وكلمها وطلب منها تروح له هي لانه مشغول في مشروع جديد مع اصحابه، وطلب من صحابه انهم يستغلوها ويفضلوا يطلبوا طلبات ما بتخلص علشان تحرم وتشيل فكرة الجواز من دماغها. بس مشكلتهم الكبيرة ان هما الاتنين دماغهم واحدة، فهي كمان فكرت ان هي لازم تثبت له قد ايه هي ست مطيعة وشاطرة وتقدر تشيل اي مسؤولية. وبدأ كرم لعبته مع اصحابه على اصلي وفضلوا يطلبوا طول الليل طلبات، وهي فضلت ماسكة نفسها وبتعمل فعلا اي حاجة يطلبوها وبزيادة كمان، لدرجة انهم كانوا مستغربينها جدا وما كانوش مصدقين انها فضلت صامدة بعد كل اللي طلبوه منها. ودلوقتي جه دور اصلي، قررت تجيب طفل وتقضي معاه وقت مع كرم، وده هيخليه يشوف انها هتكون ام ناجحه ويحرك مشاعره بانه يكون اب، وفعلا اجبرت صاحبتها تجيب لها ابن اختها وخدته وراحت بيه الشركه، وقالت لكرم انها مجبره تاخد بالها من الطفل لحد ما صاحبتها ترجع وان هو لازم يساعدها. بس المشكله انها ما كانتش فاهمه انها بتلبس نفسها، اصل انها تاخد بالها من طفل مش بالساهل برضه. والولد كمل عليهم واختفى وفضلوا طول اليوم يدوروا عليه لحد ما لقوه، وطبعا فشلت خطه اصلي وفضلت متضايقه ان خطتها اتقلبت عليها، وكرم اتاكد اكتر ان المسؤوليه مش سهله وانهم مش قدها، وفضلت تفكر في خطه جديده وشافت ان احسن حل انها تخليه يشوف اي قابل ناجح ويصدق ان حبهم ممكن يزيد بعد الجواز وما يقلش، وفكرت في ابوها وامها وده لانهم لحد دلوقتي بيحبوا بعض زي اول يوم. وعلى عكسها كرم فكر انه لازم يلاقي اتنين كانوا بيحبوا بعض قبل الجواز واتغيروا بعد الجواز، وفكر في امير صاحبه وده بسبب ان عنده مشاكل كتير جدا مع مراته. وبالليل جهزوا نفسهم عشان يستقبلوا أهل أصلي، ووصلت أمها في الأول لوحدها ووراها أبوها على الموتوسيكل الجديد بتاعه وكان مغير شكله تماما، وأصلي فضلت مصدومة وده لأنها فضلت تحكي لكرم عن قد إيه أبوها جد وحازم. بس عرفت أصلي من أمها إن أبوها بيعاني من علامات كبر السن بقاله فترة، وإن تصرفاته بقت غريبة وإنها مش قادرة تستحمله، وأمها استغلت فرصة تجمعهم سوا وطلبت الطلاق، وانقلب السحر على الساحر. وتاني يوم اتفاجئت أصلي بصديق طفولتها بولند وهناها بافتتاح شركتها الخاصة، وعرفوا انه بقى غني جدا وعنده شركات في دبي وامريكا. وبالليل راحت أصلي واصحابها وبولند لعزومة العشاء عند كرم وعرفتهم على بعض، وطبعا كان غيران. واتفاجئ كرم وتونا اول ما وصل امير ومراته فريدة واللي اكتشفوا انها عارضة ازياء مشهورة، واتضح ان أصلي وفريدة اصلا صحاب من ايام الثانوي. والمفاجأة بقى ان بولند وفريدة كانوا مرتبطين ايام المدرسة، وطبعا امير كان هيموت من غيرته. وفي الوقت اللي كان فيه البنات بينظموا الحفلة عزوبية جانسو عرض عليهم بولانت انهم يعملوها عنده في جزيرته الخاصة. اما عن الشباب فكانوا متضايقين من فكرة وجود بولانت مع البنات، وتونا كمل عليهم اكتر لما قال لهم ان جانسو قالت له ان بولانت طول عمره بيحب اصلي وارتبط بفريدة علشان يغيظها، وده خلى كرم مش على بعضه. وراحوا البنات لجزيرة بولانت وحضروا للحفلة، اما كرم فصمم انهم لازم يروحوا الجزيرة ويكونوا معاهم، واتفاجئت اصلي لما شافتهم، بس كرامته منعته انه يعترف انه غيران، فقال لها انهم كانوا بيصطادوا وشافوا انها فرصة يروحوا لهم. ووقت الحفلة جانسو وتونا من كتر الشرب ما كانوش في وعيهم، وكل واحد فيهم حكى للتاني عن اللعبة اللي بيلعبوها أصلي وكرم على بعض. وجانسو طبعا حكت لأصلي صاحبتها ان كرم بيحاول يكرهها في الجواز، وكرم كمان عرف ان كل تصرفات أصلي غريبة الفترة اللي فاتت سببها انها بتحاول تقنعه بالجواز. وتاني يوم فكر كرم انه ياخد أصلي ويقضوا وقت لوحدهم زي زمان، وقال لها انه محضر لها مفاجأة،
واداها حبوب مهدئة ضد نوبات الهلع وخدها يوريها المفاجأة، واتفاجئت انه محضر لها طيارة خاصة عشان يتفرجوا منها على الجزيرة كلها من فوق. واحنا طبعا عارفين من الجزء الاول ان اصلي اساسا عندها فوبيا من المرتفعات. الصدمة بقى انهم عرفوا ان الطيار اول مرة ليه يطلع رحلة لوحده ولسه مستلم الشهادة بتاعته. واصلي حاولت تقنع كرم انه يتراجع، وكانت بتسأله انه ليه دايما بيعمل لها مفاجآت في السماء ومش على الارض. وفجأة وهما في الجو حصل انقلاب جوي، والطيار فقد وعيه من الخض أول ما شاف المنظر. كرم حاول يفوق الطيار، ولما لقى إن مفيش فايدة حاول يتواصل مع برج المراقبة علشان يساعدوهم. بس لما حس إنهم خلاص فعلا بيموتوا، اعترف لأصلي إن هي حب حياته، واتمنى إنه ما كانش ضيع أي وقت وهو بعيد عنها، وإنه نفسه فعلا يتجوزها. بس لحسن حظهم الجو رجع كويس تاني، والطيار فاق وهبط بالطيارة. بس التجربة دي فضلت مأثرة على كرم جدا، وقال لصحابه ان اللي حصل خلاه يحس بقيمتها، وانه يفكر يتجوزها ويكمل حياته معاها. اصلي بقى عرض عليها بولاند فرصة للشغل معاه، وانه هيسوق لشركتها، لكن لازم تسافر اول 6 شهور وتقضيهم في دبي. هي ما كانتش عارفة ازاي هتقدر تبعد عن كرم المدة دي كلها، وحكت لكرم فعلا عن الفرصة دي، وكان سعيد ومتحمس جدا لنجاحها، لكن اتصدم لما عرف انها لازم تسافر دبي وتقضي هناك 6 شهور. وعزمها كرم على العشاء، وبالليل كان محضر لها عشاء رومانسي وعرض عليها الجواز، لكن هي رفضت لانها حست ان عرضه ده سببه انه يعطلها ويمنعها من السفر وتحقيق حلمها، خصوصا ان هما الاتنين وهو بالذات كانوا رافضين لفكرة الجواز. وبس كده، لو عايزين تعرفوا نهاية الفيلم اتفرجوا عليه واكتبوا لي في الكومنتس لو عجبكم.